السلام عليكم واهلا بيكم في اولى حلقات سيطر على حياتك. صعب جدا انك توصل لاي حاجة في حياتك لو انت ما عندكش ايمان وثقة بنفسك. لو عندك كل الامكانيات اللازمة ان انت تكون شخصية كويسة جدا وناجحة جدا في كل حاجة، ولكن عندك مشكلة الثقة بالنفس دي، ساعتها ولا كأنك عملت حاجة، لان ساعتها اول عدو هيكون بيحاربك هو انت. هتلاقي ان في حاجة غلط، هتلاقي كده ان الدنيا مش ماشية معاك مظبوط، هتلاقي نفسك كل شوية بيطلع لك حاجة كده من تحت الارض بتعاند الحلم بتاعك وبتعاند اللي انت بتعمله. وعشان كده مع بعض في الحلقة دي هناخد 5 خطوات بسيطة تساعدك ان انت يكون عندك ثقة حقيقية بنفسك. خليكم معانا. في بداية الحلقة دي لازم افكرك انك تكون عامل اشتراك هنا في البرنامج وتفعل خاصية الجرس عشان تقدر تتابع كل الفيديوهات اللي هننزلها هنا على القناة اول باول. وان شاء الله اول حاجة هنشتغل عليها فكرة انك ازاي تسيطر على حياتك، وازاي تقوي ثقتك بنفسك، وازاي تقدر تطور من ذاتك. اول حاجة هنشتغل عليها عشان نزود الثقة بالنفس بتاعتنا هي فكرة انك هتشتغل انك تسجل القصة الخاصة بيك. الثقة بالنفس هي منتج جاي من حاجات كتيرة جدا موجودة في حياتك، زي فكرة الاحترام لنفسك، زي فكرة تقديرك لقيمة نفسك، زي فكرة الاهداف والقيم اللي موجودة في حياتك. كل هذه المكونات بينتج عنها معتقدات عن نفسنا. المعتقدات دي نوعين، يا اما تكون معتقدات ايجابية او معتقدات سلبية. المعتقدات الايجابية دي دايما بتدينا طاقة وبتدينا احساس بالثقة بالنفس، انما المعتقدات السلبية اللي موجودة جوانا وبتملانا برضو بشحنة سلبية بتخلي كده عندك نوع من انواع انتقاد الذات اللي هو عكس الثقة بالنفس. انت عندك مش المئات بل الالاف من المعتقدات الايجابية اللي ممكن تكون موجودة في حياتك، ولكن كل واحد فينا بينسى كل هذه المعتقدات الايجابية ويفضل يركز على حاجة سلبية. كون كده بمرور الوقت كل حاجة ايجابية موجودة في حياتك او انت وصلت لها تاخدها كده وكأنها من المسلمات، حاجة كده وكأنها كده موجودة، مش هفكر فيها تاني. عشان كده الحل هو انك تقعد مع نفسك وتكتب قصتك، ولكن هتكتب قصتك باختصار وبوضوح. هتكتب جملة او 2 على الاكثر عشان تقدر تحكيها لنفسك. قصة زي ازاي انت قدرت تنجح في حاجة معينة، ازاي قدرت توصل لمكانة معينة في شغلك، ازاي قدرت تحافظ على العلاقات الموجودة في حياتك، او ازاي انت عانيت عشان توصل لمرحلة معينة في حياتك، ازاي كافحت وتعلمت. القصة دي مش بس هتحكيها لنفسك، لا انت كمان هتحكيها لأي حد بيسألك عن نفسك. القصة دي هتكون مصدر من مصادر الفخر الموجودة في حياتك، وبالتالي فلما تركز عليها ثقتك في نفسك هتبتدي ترجع تاني. تاني حاجة هنشتغل عليها هي فكرة تحديد نقاط الفخر. مشكلة كبيرة بتقابلنا كلنا هو ان ساعات بيكون عندنا احلام، والاحلام دي مش قادرين نوصل لها ازاي، او مش عارفين نوصل لها ازاي، والاحلام دي صعب نوصل لها، او انا ما عنديش الطاقة الكافية ان انا امشي ورا الاحلام دي، او انا حاسس ان صعب اوصل للاحلام دي، حاسس ان الاحلام دي اكبر مني. نتيجة لكل الكلام ده ونتيجة ان انا شايف في فرق بيني وبين كل حاجة بحلم بيها ابتدي افقد الثقة بنفسي. عشان كده احنا مش عايزين الاحلام دي دلوقتي، احنا هناخد الاحلام دي وهنقسمها لنقط صغيرة. النقط دي هنسميها نقاط الفخر. يعني دلوقتي لو انت حلمك انك تكتب كتاب، لكن انت شايف ان الكتاب ده حاجة كبيرة عليك، حاجة محتاجة مجهود، وانت ما عندكش طاقة كافية، انت خايف يطلع في الاخر واحد، فبدل ما يكون حلمك انك تكتب الكتاب كامل هنقسم الكتاب ونحدد نقط فخر في كتابة الكتاب ده، ونقول ان اول نقطة من النقاط دي هو انك تكتب اول فصل في الكتاب ده. كل ما تعمل صح على نقطة من نقاط الفخر دي كل ما ده هيملاك بالفخر ويملاك بالطاقة ويملاك بالثقة انك تكمل في الحاجة اللي انت بتعملها. والكلام ده ممكن ندي عليه امثلة كتير، مش شرط الكتاب بس، ممكن تكون بتبدأ اي حاجة جديدة وحاسس ان هي صعبة عليك. ما تبتديش تحط هدف صعب جدا قدام عينيك، ممكن تحط اهداف، تقسم الهدف الكبير لأهداف صغيرة وتبتدي تحقق جزء جزء. تالت حاجة تعملها عشان تزود الثقة بالنفس بتاعتك هو فكرة انك تدرس
قيس نفسك. ساعات كده لما نيجي نبص على نفسنا ازاي بنتعامل مع المجتمع ومع الناس، بتلاقي ان انت بنفسك اللي بتقلل من قيمة نفسك. تلاقي نفسك وصلت لحاجة كبيرة جدا في حياتك، ولما الناس تقول لك ايه ده برافو عليك، تقول له جت معايا كده الحمد لله وخلاص انا ما تعبتش قوي. تلاقي كلام انت اللي بتقلل من نجاح نفسك. تلاقي نفسك مثلا عملت انجاز كبير وضخم والعالم كله شايف الانجاز ده، الا انت شايف ان الانجاز ده لسه مش كبير، شايف ان الانجاز ده لسه صغير ولا حاجة بالنسبة للحاجات اللي انت شايفها بعد كده. ده ممكن يبان عن طريق الكلام اللي انت بتقوله للناس عن الحاجة اللي انت وصلت لها. طول ما بتتكلم عليها كده وانت مش متحمس او انت مش فرحان كفاية بيها، ممكن يبان في افكارك اللي عمالة تبان في دماغك. والمشكلة الاساسية هنا ان احنا للأسف بنعمل الموضوع ده بالفطرة. يعني انت مع نفسك كده اتعودت انك تقلل من قيمة نفسك، وعشان نحل الموضوع ده لازم تدرس نفسك وتتفرج على نفسك وانت بتتكلم عن اي نجاح انت عملته. انت بتتكلم ازاي؟ هل بتتكلم وانت مبسوط كده وفرحان؟ هل بتتكلم وانت مكسور كده وخايف من جواك وحاسس ان النجاح مش هو ده النجاح اللي انت كنت مستنيه وبتتكلم؟ ولا بتتكلم وبتقول ان نجاحك ده رغم ان هو صغير الا انك فخور بيه؟ مش بس وانت بتتكلم مع الناس، ادرس برضو افكارك اللي بتدور في دماغك. هل الافكار دي افكار كويسة ومبهجة بالنسبة للحاجات اللي انت وصلت لها، ولا افكار دايما بتقولك لا لسه في كمان وانت ما وصلتش لحاجة؟ التدريب ده لو فضلت تعمله كتير مع الوقت هيكون عندك ثقة كبيرة مع النفس، بغض النظر عن احلامك وبغض النظر عن اللي انت وصلت له دلوقتي، بغض النظر عن شخصيتك، بغض النظر عن اي حاجة في الدنيا. وهو ده التعريف الحقيقي للثقة بالنفس، ان انا واثق بنفسي مش عشان اي حاجة، ولكن انا عندي ثقة وايمان بنفسي وبشخصيتي بغض النظر عن اي حاجة. زي ما انتم شايفين احنا بنحاول نوجد السبب في قلة الثقة بالنفس. الحاجة الرابعة اللي هتعملها عشان تزود الثقة بالنفس بتاعتك هو فكرة التعاطف مع النفس. في 3 انواع من انواع جلدات النفس، 3 انواع انا ممكن اجلد نفسي بيهم. اول نوع هو الاخطاء، تاني نوع هو الاحلام الكبيرة، تالت نوع هو البحث عن الكمال. ال3 حاجات دول ممكن يكونوا جلدوا الذات بتاعتك. لكن لو جينا نبص على ال3 جلدات دول هنبص ان اولا كلنا بنغلط، ثانيا ان كل واحد فينا عنده احلام كبيرة جدا، ثالثا ان كل واحد بيعمل حاجة هو عايز يعملها بالكمال. مش مطلوب منك بقى انك تكون انسان كامل، مش مطلوب منك انك تكون انسان بلا اخطاء، مش مطلوب منك انك تكون انسان بلا احلام كبيرة، لكن المطلوب منك هو انك تتعاطف مع نفسك. كل ما يجيلك فكرة من افكار جلد الذات دي قول لنفسك ان انت بشر، ان انت مش كامل، واسأل نفسك السؤال ده. اللي فات عدى خلاص، ايه اللي المفروض اعمله دلوقتي؟ ايه هي الخطوة اللي جاية اللي المفروض اشتغل عليها؟ كل ما ركز وتركز على اللي جاي وتنسى اخطاء الماضي، كل ده هيساعدك انك تكون متعاطف مع نفسك اكتر. الفكرة الخامسة والاخيرة هي انك ما تكونش زي باقي الناس. في مشكلة كده السوشيال ميديا عملتها بصورة كبيرة جدا، هي اننا بنبص للناس بصورة كبيرة جدا وبنشوف ان حد على سبيل المثال بيتصور مع حد او عنده اصحاب كتير، فبرسم لنفسي ان النجاح والثقة في النفس هي انه يكون عنده اصدقاء ويكون عنده اصحاب. بحاول اشوف الحاجات اللي موجودة في حياة الناس واحاول اطبقها، لاني لما اوصل للناس دي وصلته ساعتها احس ان انا يا عيني كده عندي ثقة بالنفس. لكن ده تحريف منافي اصلا لفكرة الثقة بالنفس. فكرة الثقة بالنفس الحقيقية ان انا اكون مختلف ومتميز وواثق في نفسي زي ما هي كده، ان تكون منفرد بطبيعتك الخاصة. انت ممكن تكون وحيد وما عندكش اصدقاء، لكن انت واثق في نفسك ودي طريقتك وده هو انت، ورغم كده انت مبسوط بكده. ممكن يكون شكلك مش زي باقي الناس، ممكن يكون تعليمك مش زي باقي الناس، ممكن يكون عندك ظروف مش عند كل الناس، لكن برغم كل ده انت عندك حاجات كتير كويسة موجودة في حياتك. انت برضو عندك حاجات كويسة موجودة في حياتك. انت انسان منفرد بذاتك، منفرد بطبيعتك، انت انسان قابل نفسك زي ما هي، وده هو الطريق بتاعك، ودي هي حياتك وانت واثق فيها وواثق في حياتك. افكركم تاني لو حابين تطوروا حياتكم. شكرا واشوفكم في الحلقة اللي جاية.